غادي نحيد هذا القزبر من الطريق. اول حاجه كنحتاجوها هي شويه ديال الدجاج، يعني غادي تجيبي هنا عندي جوانح ديال الدجاج، وايضا عندي واحد الطريف ديال الصدر ديال الدجاج. انا درت واحد شويه، يعني غديري غير الكميه بحال هكا بالنسبه لك بوحدك، غديري غير كميه قليله، مثلا جوج جوانح ديال جوينحات ديال الدجاج اولا طريف ديال الصدر، يعني اللي المهم الكميه اللي بغيتي انت ديال الدجاج اللي غتاكليها، يعني ماشي ما كاينش داكشي بالمقادير، كاينه الكميه ديال الدجاج اللي غتبغيها. فدونك عندنا هنايا عندنا شويه ديال القزبر، شويه ديال القزبر مقطع، وعندنا هنايا البصله كما كتبان لكم، بصله مشلضه، وعندنا 3 الفصوص ديال الثوم، هذا راه غير مهرس، هذا غير قطعته. عندنا 3 الفصوص ديال الثوم، وعندنا بصله مشلضه، وايضا عندنا المكونات بحال اللي غادي نديروهم ديال القزبر هنايا البزار مشات ليا البزار، سكينجبير، وعندنا التحميره، وايضا عندنا الزعفران الملون الاصفر. فغادي نستعملوا هذه المكونات. وايضا عندنا الاعشاب اللي هي ضروريه، هذه هي الاعشاب اللي غادي نستعملوا. عندنا هنا الصانوج، عندنا شويه ديال الزعتر، غتستعملي ملعقه صغيره من الصانوج او نصف ملعقه، اوكي، نصف ملعقه صغيره ديال الصانوج، ونصف ملعقه صغيره ديال الزعتر، وعندنا ملعقه كبيره ديال الحلبه، وعندنا حب الرشاد ملعقه صغيره، ماشي نصف ملعقه صغيره ديال حب الرشاد، وعندنا نصف ملعقه صغيره ديال زريعه الكتان او بذور الكتان. هادو هما غادي نشدوهم وغادي نزيدوهم مع المكون، وغادي تشوفوا كيفاش غادي نديروا لهاد الاكله هادي. والله العظيم البنات الا هاد الاكله جد رائعه بالنسبه للعيالات النافسات، وحتى العيالات اللي ما عندهمش الجهد، اللي ما نافساتش كاع وما عندهمش الجهد، كيشوفوا راسهم رايبات طايحات ما قادرينش انهم يتحركوا، فيديروا هاد الوصفه هادي، خصوصا في البرد راه جد رائعه. استعملوها نتوما واستعملوها رجالتكم وكلشي، يعني تاكلها الدار كامله، اوكي. فانا اليوم كنهضر مع النفسات فقط. فغادي ناخذوا هاد الدجاج وغادي نزيدوا عليه، غادي نخدموه بزيت الزيتون، ماشي زيت نوار الشمس، غنخدموه فقط بزيت الزيتون، اوكي. غادي نديروا زيت الزيتون كميه الكافيه، وغادي نجيو نديروا البصله، وغادي ننزلوا هذوك الفصوص ديال الثوم، غادي نقطعهم هنا، نتوما غتقطعوهم على خاطركم، فكل واحد كيقطع بالطريقه اللي بغا. ما كانش كيعجبك الثوم هكاك مقطع يمكن لك تحكيه، ما كاينش مشكل، المهم كتبغي الثوم. المراه النافسه كيخصها تاكل الثوم، ما كتعجبكش الريحه تاع الثوم كيمكن لك تقسمي هاد الطرف تاع الثوم وتحيدي له هاد الطريف اللي كيكون لداخل هاد الجدر اللي كيكون عنده لداخل، هذا الا حيدتيه ما تبقاش الريحه ديال الثوم نهائيا، كيبقى الجهد ديالها مي ما كتبقاش الريحه ديالها. بالنسبه للناس اللي ما كتحملش الريحه ديال الثوم، غادي ناخذوا هاد الشيء هذا غنشحروه، ومن بعد غنبداو كنزيدوا عليه المكونات. نسيت ما قلتش لكم انه كاينه مطيشه او طماطم، بما انني ما كنتوفرش على الطماطم يعني طبيعيه، فغادي نستعمل مطيشه هذه عاديه معلبه، فخليكم معايا. وصافي هنا كما كتشوفوا راني بديت كنشحر فيه مزيان. من بعد غادي نزيدو الزعفران، انا الزعفران كنحركو في الماء، غادي نزيدو الماء فيه الزعفران. نتوما الزعفران يمكن لكم تحطوه هكاك عادي ماشي مشكل، غادي نزيدو الزعفران وغادي نزيدوه الطماطم او مطيش، وهنا غادي نزيدلو الطماطم او لا مطيشه سميتها مركشه بالمغربيه، غير شويه ديال المطيشه ماشي بزاف، وغادي نحركو وغنزيدو شويه ديال الماء، وهنا راني زدتو واحد القدر ديال الماء هانتوما كما كتشوفوا. غادي نخليه واحد شويه غير بدا كيتشحر، وغادي نزيد عليه الحاجه الضروريه والمهمه اللي خاصنا نديروها في هذه الوصفه هذه، اللي هي الدشيشه او البلبوله، ما نعرف كل واحد باش كيسميها في البلد ديالو. المهم هنا دابا راه يعني الدجاج ديالنا راه تشحر،
وغنزيد له دشيشه او شنو كتسميوها في البلد ديالكم. كل واحد شنو كيسميها، هذه سميتها البلبوله او دشيشه. يعني الا لقيتو ديال الزرع فتكون احسن، اللي كيكون اللون ديالها اسمر تكون احسن. هي هذه كنشوف واش كتبان لكم ولا لا. نعتقد انها كتبان دشيشه ديال الزرع. فهذه جد رائعه للنفسات، كتزيد الحليب وايضا كتعطي الجهد. فبالنسبه للعيالات اللي نفسات يمكن لكم انكم تغليوها مع الماء ومعلقه ديال الزبده وتزيدوها واحد شويه ديال الزعتر، صافي تخليوها كتغلى مزيان مزيان حتى طيب مزيان، يعني الطيب تكون طابت مزيان. صافي من بعد تحطوها في واحد الطبسيل وتزيدوا عليها واحد شويه ديال شويه الزبده او السمن او زيت الزيتون، يعني حسب باش ما بغيتي تاكليها كتحطي فوق منها. انا كنديرها بالزبده كتجي زوينه. صافي وكتدوزيها باتاي فكتجي زوينه صراحه. بالنسبه للعيالات اللي نفسات كنقولوا لها حنا العصيده في المغرب، ولكن عصيده بالزعتر، يعني كتكون هي كدار بالزعتر، يعني ما كديرهاش هكاك ناشفه، كديرها بالزعتر. فكتزيد الحليب بالنسبه للعيالات اللي نفسات كتزيد لهم الحليب بزاف. فهنا غنشوفوا الكاميله ديالنا، ها هي كما كتبان لكم. كيبان لكم بلا تشحر بلا زعما كتغلي. غادي نجيو نزيدوا عليها هذيك الدشيشه اللي اصلا غادي نكونوا نقيناها طبيعه الحال. حتى الاعشاب راه غنكونوا كاملين منقيينهم. والرائحه اللي كتطلع والله العظيم الا كتفكرني يعني في لحظات النفاس الولاده. المهم غنبقاو كنحركوا فيها بحال هكا غير واحد شويه صافي، وغنخليوها كتغلى كطيب مزيان حتى يطيب الدجاج. راه الدجاج بحال اللي طاب دابا نص طيبه، فهمتوا؟ فكتخلي الدجاج كيطيب. القدر اللي غادي يبقى لك غير داك الوقيته اللي غتزيدي فيها الطياب ديال الدشيشه. اوكي، كل واحد كيقول لها دشيشه، شي كيقول لها دشيشه، شي كيقول لها البلبوله. صافي هادشي هي الاسماء اللي كنعرف ليها انا. المهم كتكون ديال الزراع. ما لقيتيش ديال الزراع يمكن لك تستعملي اي دشيشه، فهمتوا؟ فالمهم الرائحه ديالها جد رائعه. هذيك الريحه ديال الحلبه واحد شويه، انا ما كثرتهاش، درتها واحد المعلقه، يعني معلقه واحده. خصوصا انا درتها غير صغيره ما درتهاش كبيره. نتوما غديروا معلقه كبيره لان نتوما والدين. المهم ريحه الحلبه اللي ما حاملهاش فراه كدوشوا يوميا. راه ريحه الحلبه راه غير كدوشي، راه كتحيد منك الريحه، راه ما كتبقاش فيك هذيك الريحه. راه ماشي كليتي واحد الكميه كثيره. يونطوك هذيك الحلبه راه كتنقي لك الامعاء، كتداوي لك المعده، بزاف ديال العلاجات عندها. المهم الرائحه ديالو تبارك الله شهيه جدا جدا كتشهي. فغادي نغطيو عليه وغادي نخليوه كيطيب، ومره غنبقاو كنراقبوه ونشوفوا. عندك هذيك الدشيشه تمشي تعصد لينا، كيخصنا نراقبوه. الا بانت لكم بلا خاصها واحد شويه ديال الماء بدات كتجمع، حاولوا انكم تزيدوها الماء، تحركوا تزيدوا شويه الماء. الا بانت لكم انها بدات كتجمع، لان الاكله هذه ما كتكالش مجموعه، كتكال شويه، كتكون جاريه واحد شويه. نتوما غتشوفوا الشكل النهائي كتكون بحال الشوربه. اوكي، ماشي شوربه جاريه وانما كتكون ثقيله واحد شويه، يعني بحال. المهم نتوما غتشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي طبيعه الحال. كما كتشوفوا هي هذه الاكله الشهيه. كما كتشوفوا هي هذه، شوفوا طلعت غزاله كتشهي. ودرنا فيها هذوك الطريفات ديال الدجاج، وكتجي بهذه الطريقه. يمكن لك يعني تاكليها بالطريقه اللي بغيتي. فجد رائعه، كنتمنى انكم تجربوها العيالات النفسات وعلى سلامتكم النفسه. وشكرا لكم متابعه الفيديو، كنتمنى نكون فدتكم بشي حاجه. ولا بغيتوا بقيه الوصفات ما عليكم الا تتركوها لي في التعليقات، وان شاء الله ننزل لكم وصفات اخرى للنفسات. وايضا بالنسبه للعائلات اللي باغيين يحيدوا الكلف ديال الحمل اللي كيكون اثناء فتره الحمل، وبالنسبه للعائلات اللي باغيين يبيضوا الجسم بكامل، لان من بعد الولاده كيكون واحد الكلف في البطن، وكيكون احيانا كيكون في البطن، احيانا كيكون في الوجه، كل وحده كيف فين كيكون فيها. فاللي بغات صابونه مبيضه للبشره غادي نخليها لها في صندوق الوصف باش تستعملها وتجربها من وراء الولاده. راه هي زوينه بزاف، يعني كتبيض وكتحيد الكلف ديال الولاده. كنتمنى لكم كل الخير، والى اللقاء الفيديو القادم ان شاء الله. الى اللقاء.